تفتكر هو ايه اكتر عضو مهم في الجسم؟ اكتر عضو ما ينفعش تعيش من غيره؟ اكيد لو سألتك السؤال ده ممكن تفتكر ان العضو ده هو القلب او المخ وممكن الرئة. بس عمرك ما هتتخيل انه ممكن يكون البنكرياس، مع ان البنكرياس من اهم الاعضاء اللي في الجسم. فهو في مجموعة من الخلايا اسمها البيتا سيلز اللي وزنها حوالي 2 جرام تقريبا، وهي مسؤولة عن تنظيم مستوى السكر في الدم. ولو الخلايا دي اتدمرت لأي سبب، الإنسان ممكن يفقد حياته خلال أسابيع لو ما خدش العلاج المناسب اللي المفروض يمشي عليه مدى الحياة. والأسباب اللي ممكن تدمر خلايا البيتا سيلز في جسمك هما سببين. أول واحد فيهم هو النوع الأول لمرض السكر، وده مش هتعرف تمنع من حدوثه علشان ده مرض مناعي بيهاجم الخلايا اللي في البنكرياس وبيظهر في المراحل الأولى من العمر. أما السبب التاني اللي بيخلي البيتا سيلز ما تقومش بوظيفتها هو النوع التاني لمرض السكر، وده سبب تقدر تتحكم فيه لو عرفت تظبط عادات أكلك وكمية السكر اللي بتاكلها ونشاطك على مدار اليوم. فأنت لما بتيجي تاكل أي وجبة فيها سكر أو كربوهيدرات مكررة زي العيش الأبيض والكيك والبسكوتات، مستوى السكر بيزيد في الدم. فالبنكرياس بيطلع أنسولين عن طريق البيتا سيلز علشان يدخل السكر ده للخلايا وتستخدمها كمصدر للطاقة، وبالتالي مستوى السكر يرجع لطبيعته تاني في الدم. فلو انت بتاكل سكريات بشكل كبير او متكرر ممكن تحصل لك مقاومة انسولين. يعني لو كلت اي وجبة مستوى السكر هيزيد في الدم، بس المرة دي الخلايا هتقاوم ومش هتستجيب للانسولين، فهيفضل مستوى السكر عالي في الدم، وهيفضل البنكرياس يطلع انسولين بشكل اكبر واكبر علشان يساعد السكر انه يدخل للخلايا ويرجع لمستواه الطبيعي. ودي حاجة خطر جدا علشان مع الوقت مستوى السكر هيفضل يعلى في الدم، وهتدخل مرحلة البري دايبيتس أو مرحلة ما قبل مرض السكر. وده معناه إن مستوى السكر عالي في الدم بس مش لدرجة كفاية إن يتقال عليك مريض سكر، وللأسف الموضوع ممكن يتضاعف معاك بعد كده وتبقى مريض سكر من النوع التاني. وارتفاع مستوى السكر ممكن يعمل لك مشاكل صحية خطيرة زي أمراض القلب والفشل الكلوي والجلطات والزهايمر. ومن ضمن المؤشرات اللي بتبين ارتفاع مستوى السكر في الدم هو الخمول والتعب طول اليوم وقلة التركيز. فهنلاقي ناس كتيرة بتحس إنها لازم تاكل حاجة مسكرة علشان تحس إنها فايقة أو علشان تديها طاقة، بس اللي بيحصل إن مستوى السكر في الدم هيعلى بشكل زيادة عن الطبيعي في الأول، وبعدين يرجع يقل تاني بشكل كبير، وده اللي بيعمل إحساس الخمول والتعب. فلازم تكون عارف أنت بتاكل إيه بالظبط علشان ما توصلش للمرحلة دي. فحاول على قد ما تقدر تبعد عن الكربوهيدرات المكررة اللي فيها نسبة سكر عالية زي العيش الأبيض والمكرونة والدقيق اللي بيتعمل منه كيك والبسكوتات. فكل الأنواع دي بترفع من مستوى السكر في الدم بشكل كبير، ممكن تعمل لك مشاكل خطيرة زي مقاومة الأنسولين والنوع التاني من مرض السكر. وللأسف بقى في شركات كتير بتروج لمنتجات على إنها صحية وبيكون فيها كمية سكر بشكل كبير زي الجرانولا والزبادي بالفاكهة ومشروبات الطاقة المختلفة. فحاول تقرأ المعلومات الغذائية بتاعت أي منتج هتشتريه علشان تحافظ على صحتك. وعايزك تعرف إن منظمة الصحة العالمية قالت إن في حوالي 420 مليون شخص على مستوى العالم عندهم النوع التاني من مرض السكر، والرقم ده بيزيد كل يوم. ولو ما غيرناش عادات الأكل بتاعتنا هيبقى في 1 من كل 3 عنده مرض السكر، ومش بعيد الشخص ده يكون أي حد فينا. فهقولك دلوقتي 3 نصايح سريعة علشان تتجنب مقاومة الأنسولين والنوع التاني من مرض السكر. وأول حاجة مفروض تعملها إنك تاخد بدائل صحية للسكر زي الاستيفيا والعسل الخام وسكر جوز الهند، ودول اتكلمت عنهم في فيديو قبل كده وهسيب لكم اللينك بتاعه هنا علشان تقدروا تتفرجوا عليه. وتاني حاجة مفروض تعملها انك تخلي اول وجبة ليك عبارة عن بروتين ودهون صحية علشان ما ترفعش مستوى السكر في الدم عندك في بداية اليوم، وكمان البروتين هيزود من احساس الشبع عندك. وتالت حاجة مفروض تعملها انك تبعد كل منتجات السكر ومشتقاته من البيت علشان طول ما هي قدامك هتفضل تاخدها بشكل مستمر. فحاول تخلي المتاح عندك الاكلات الصحية والفاكهة اللي هتفيد جسمك، مش الحلويات والاكل المصنع. انا كده خلصت، يا رب يكون كل واحد فيكم استفاد من الفيديو وطلع بمعلومة جديدة. ولو انت حابب تعرف معلومات اكتر عن التغذية وتحسن من صحتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل علشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. ولو لسه في اي حد عنده استفسار او عايز نتكلم عن موضوع معين يكتب في الكومنتات وانا هرد على كل الناس ان شاء الله. كان معاكم دكتور محمود العطار من فيت باي ساينس. شكرا ليكم.